إنا نحن تنظيم الدولة الإسلامية نعلن أننا تمكنا من القبض على هذا الكافر صاحب مقاطع الفيديو التي تلهي الشباب عن قضايا الأمة، وأننا سوف نحاسبه حسابا عسيرا بسبب استهزائه بنا، وأن حكمه الشرعي هو قطع الرأس. الله أكبر، الله أكبر. يا مرحبا، وأخيرا يظهر لي جاء الوقت اللي لازم نحكيو فيه على داعش ونفهموا بالضبط شنو هي الدولة الإسلامية في العراق والشام. ريت أول حاجة تسألتها كي حبيت نفهم شنو هي هذه داعش بالضبط، هي العباد هذم بالقوة والعنف والوحشية اللي قاعدين نراو فيها كل يوم في حياتهم العادية. كيف يعني بالله هكا بار اكزومبل، تخيل الحوايج اللي تقلقنا احنا ونفدوا منها. الدعشوشي سلام، وينك سوا؟ يا كافر. يلزم الضحك، الموضوع لا يتحمل السخرية. وباش نفهموا شنو هي داعش بالضبط وكيفاش ولات بالقوة هيك، لازم نحللوا القدرة العجيبة والسحرية والغريبة اللي عندهم في استقطاب الجماهير. بالحق يعني كيفاش تقنع واحد باش يتصرف التصرفات هيك؟ كونش اللهم اذا كان هو. يا اخي شبيه الدنيا مسكره في وجهي كان انا، لا خدمه كي العباد، لا شهريه، حتى الطفله اللي كنت خاطبها قالت لي ما تجينيش. يا اخي ما نعيشوش معاكم، نموتوا، ما عيشت من عمري. رائحه الغنيمه هي هذه. لعينة هي الدنيا يا ابني، أليس كذلك؟ ولكن لا تجزع، لدي حل لكل مشاكلك بإذن الله، حل تذر فيه نفسك لله سبحانه وتعالى وتنضم إلينا، واعلم أن كل ما تقوم به سوف يدخلك إلى الجنة، وأن البنت التي رفضتك تلك الفاسقة المارقة الداعرة السافرة سوف تدخل جهنم، أما أنت فسوف يكتب الله لك 40 حورية في الجنة. أي باي، وش لازمني نعمل يعني؟ سهل جدا، سوف نذهب في غزوة بمشيئة الله لكي نقتل بعض الكافرة المرتدين، وأتمنى أن تكون معنا. يا أخي علاه تقتلوا فيهم؟ والله ما نعرف. أقصد أن شيخنا أبا برميل قد أحل ذلك، وجب قتلهم إذا. لا يا ولدي مريق، أنا خاطيني الشيء هذا. يا ولدي مريق، بتحب فلوسك؟ 100 دولار شوية، بيتحب 200 200 شوية 1000 دولار. أي عاد أي بالله يا ولدي مريق، أنا خاطيني جوك. أنا مريق ملا جيبها بالله، يمشي يغيب. تستاهل الطفلة قالت لك لا تستاهل. والباهي في داعش انه الجهاد نتاعهم ما يقتصرش كان شي على الرجال، واضح لي هو تنظيم ماهوش عنصري ضد المرأة، وكيما الراجل يجاهد حتى المرأة لازمها تجاهد، وكل واحد باللي يعرف. اي والعبيد اللي في قلبهم مرض هكا ويقول لك منين جابوها الحكاية هذه، يعطيوها اسم شرعي، جهاد. إذا فأجركن عظيم، وجهاد النكاح هذا له واجب شرعا، ومن يقول خلاف ذلك فهو كافر طبعا. ولذا فوفق علم لا متناهي بالأمور الدينية فقد أحدثت جدول أوقات لجهادكن مع المجاهدين. الأخت عورة رقم 1 ستجاهدين مع المجاهد الباسل أبا جحش من 8 إلى 10 ليلا، ثم تلبسي حزامك الناسف وتفجري نفسك وتدخلي الجنة طبعا. أما العورة رقم 2 والعورة رقم 3 فسوف تجاهدون مع المجاهد أبا سحلية من 9 ليلا إلى طلوع الفجر، لأنه ذاهب في غزوة على بركة الله ويحتاج كثيرا من الجهاد صراحة. ولكن قبل أن تنصرفوا جهادكم يبدأ من هنا، لماذا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر العظيم؟ هلموا لنتقاسم الأجر بإذن الله. وبالذكاء متاعهم الخارق قاعدين يمشيوا أكثر من هكا. كل نهار نتفرجوا ونشوفوا داعش دمروا متحف في سوريا، داعش كسروا مدينة أثرية في العراق، وفيديوهات وشيخين والله أكبر. يا أخي عليه وبالله كي تشوف الفيديوهات متاعهم وما يكسروا في التحف وفي التماثيل وفي التاريخ تتساءل يا أخي داعش ايش يفهموا فيه أصلا، وداعش ايش يفهموا اصلا بغلاف. اننا نحن التنظيم نعلن اننا تمكنا من الاستحواذ على هذه الاصنام التي يعبدونها من دون الله، واننا سوف ندمرها جميعا لكي لا يتخذونها اولياء من دونه. يا مجاهد اضرب بيد من حديد.
اما بلاك تشوف هكا داعش الله اكبر، الاسلام، الرسول، الخليفه، لحيتي الجميله، الورع، تحس اليوم هكا في الظاهر مسلمين واللي نيتهم انهم ينشروا الاسلام، جست ما هو اسلام قاعدين يعلموا فيه، يعني اسلام هذاك بتاع كتاب القران ولا حاجه اخرى. يعني بالله تخيل دعشوشي قاعد يقري في الاسلام. اذا يا ابنائي ويا تلاميذي يجب ان تعلموا ان كل اقوالنا وافعالنا هي قائمه على ما وجدناه في القران الكريم، لذا يجب ان نقراه بتمعن شديد. اقرا يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لا يا ابني يا ابني، اقلب الصفحه اقلب الصفحه، مر ليس من هناك. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول شيخنا أبا دابة أنه يجوز قتل كل من خالفك الرأي. حسنا ما فعلت يا شيخ. جزاك الله خيرا يا ابني، جزاك الله خيرا. وديما كتشوف شكون اللي قاعد يقتل في العباد ويفجر في روحه وينفذ في المخططات نتاع داعش، تلقاهم الأكثرية شباب نتاع 18 19 20 سنة ماكس. أنا نعرف اللي الخلافة والجيش والقوة والقادة لازم يكونوا في الصف الأول. كل شيء كان اللهم اللي يقودوا في الدعشوشيين. يا أمير المؤمنين، إنني ذاهب مع بعض الشباب في غزوة لكي نقتل ذاك الطاغوت الكافر. نتمنى أن تكون معنا وتشرفنا وتشهد من عزيمتنا بحضورك في الصف الأول. أتمنى ذلك يا مجاهد، ولكن لدي الكثير من الأعمال ومن التخطيط لكي أقوم به. سوف أدعو لكم الله بالتوفيق. وكذلك يا أمير المؤمنين، السمع والطاعة. السلام عليكم. ما لقى لي في غزوة السيد وتجيني كرتوش الطائرة في مخي، تو يسد علي هو واصحابه. شيء غريب في العباد العظيم. لا بأس، بإمكانك أن تواصلي. وكي ترى الفيديو اللي هبطوهم داعش تحس اللي هما قوي برشا في الكوتي نتاع الإخراج والتصوير والليزيفي والحكايات هيك، والقوة هذيك الكل باش يوريو للعالم هما شنو بالضبط، وهذاك الكل باش يقولوا للعالم هما شنو بالضبط. ولذا داعش كانك تتفرج حبيت نشارك، ما كنت تحبوا تقولوا للعالم انتم شنو بالضبط. كذو صغير من عندي. يجب ان نفكر في طريقة اعلامية جديدة لكي نبهرهم يا شيخ. لكن ما هي تلك الفكرة يا ابني؟ يا شيخ لدي فكرة جهنمية. May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Dashushi please stand up? I repeat, will the real Dashushi please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all acting like you never seen a cute terrorist before. Jaws all on the floor like we just knocked on your front door. Start shooting your ass off worse than before. And you're gonna cry like your mom and dad just got divorced. It's a return. Oh wait, no wait, you kidding. He didn't just bomb that place, did he? And Obama said nothing, you idiots. He just stood there and looked at you with amazement. Yeah, probably got a couple of screws up in my head, dude. But the words that I'm gonna be chasing you like a zombified dead moose. My bomb is on my hips, my bomb is on my hips. And now I'm gonna switch to friends so I can give you a kiss. Et puis je vais vous prendre, faire un tour, c'est mon calice. Et on va défoncer des innocents, espérant qu'ils sont de la police. Nous sommes les puissants, plutôt de détruire comme un trojan. Regarde, je vais faire tomber une F16 avec mon bidon. Peu importe ce que vous pensez, ta tête va finir sur ligne de mérience seulement si vous criez avec moi. دعشوشي قاتل الجيوش مغتصب البنات مخرب العقول صوتر الدعشوشي please stand up please stand up please stand up. الدعشوشي قاتل الجيوش مغتصب البنات مخرب العقول صوتر الدعشوشي please stand up please stand up. At the end I want to say something to the world and I hope you help me reach them by sharing this. There will always be terrorists, there will always be extremists, and there will always be people killing in the name of God. And if we're gonna fight this, we might as well do it together if we want to succeed. You know, because by now when you hear Islam, I bet the first thing that comes to your head is ISIS, terrorism, people chopping people's heads off. And I don't blame you honestly, because you keep on hearing people telling you that these Muslims and this Islam is promoting violence. Hey, when we Muslims we hear this, we don't get bent out of shape. We normally just call those people Fox News. And if you really want to help, how about you come visit? Come visit this beautiful place called Tunisia. And come see for yourself, we have everything here. The sun, the beach, the monuments, the history, the culture, the people, the love, everything. And when you come here, you would realize two things. One, we're not that different from each other. And the second thing is that there's no terrorists here. They don't have a place in our home. I can promise you that. I have a light problem, sorry. They don't have a place in... Allahu Akbar!
you come to my country, and I swear to God, you would enjoy it here, man. This is joke. This is not for real, man. I swear to God. Oh, yo.